اسماء تعالي. والنبي لا، والنبي مفيش على شرط، على شرط انك تخافي. والنبي والنبي. بابا ايوه باشا. في البيت يا باشا. سلم نفسك يا سيدة سبع. من يوم ما خدمت في جنة وانا متابعك كنت عارف ان ما حدش هيجرى لو يجيني لحد هنا غيرك. انت زين الجناوي. ايوه انا زين القناوي. لا عندنا. يلا ادخلوا دخل الحي غسلين. ست جليلة. رضوان، ازيك يا رضوان؟ الحمد لله نحمد ربنا. ازيك يا ست جليلة؟ الحمد لله خير. انا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع. بخصوص ايه؟ انا جاي اتقدم لليلى. تشرف وتنور يا ولدي، بس اشمعنى ليلى؟ انا شايف ان مفيش في تدينها ولا اخلاقها ولا تربيتها، وكفايه انها بنتك وبنت عم فخر الله يرحمه. الله يرحمه. بس انت جاهز للجواز يا رضوان؟ بنيت دور في بيت ابوي ولسه مخلص توضيبه، والعفش اللي تختاره من اجدع محل في جنة وحتى سيوط، ومعايا قرشين للشبكه والمهر. وشغلك؟ انا عندي محل ادوات منزليه بيدخل لي دخل كويس كل شهر، قرشين حلال الحمد لله. وهتعمل فرح؟ انا معيش، انما لو هي مصممه نعمله فرح شرعي. انا عن نفسي موافقه، مش هلاقي عريس احسن منك، بس الاصول يا ولد يتفتح اخوها منصور لما يرجع من الجيش، ده الكبير، والكلمه كلمته والجول جوله. اللي كان هيقتلني يا زيد وانا شايله ان ابن الكلب ريحته قبر. ما استحماش من 30 سنه بنتجازف. شفت يا بني رفضك كان قرار غير سليم. النهارده اهل البلد كلهم نايمين في امان وبيدعوا لنا وفرحانين اننا خلصناهم من السبع اللي كان مسود عليهم عيشتهم ده. بصراحة يا زين أنا ما كنتش موافق، علشان بتهورك وجنانك ده كنت هتتسبب في موت ناس كتير من أهل البلد ورجالتنا كمان. بس الحمد لله ربنا سترها. يا بيه احنا كل مأمورية بنروحها لا بنبقى عارفين هنرجع منها ولا لا. وبعدين أهل البلد دول كانوا ميتين بوجوده، احنا اللي حيناهم بعد ربنا. انت مش مبسوط ولا ايه يا عزة؟ اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل يا عزة بيه. اتفضل يا زين. الله يخليك يا اسماعيل بيه. يا راجل ده السبع ده مطلوب من وانت لسه في الكليه. القبض على اخطر مسجل خطر في اينا النهارده هيدخل فران كتير جحورها يا عزت. اشكر المعاون بتاعك يا عزت بيه. لا شكر على واجب يا بيه، وبعدين كله بفضل ربنا ثم تعليمات عزت بيه. طب وربنا لولا انه رفض لولا انه اصريت. يا رب تنام يا رب تنام وانا اذبح لك جوز حمام. يلوح يلوح يا قمر يا واد قوم بقى، انت على طول نايم كده. بس يا فتي فينا عايزه يقوم. جبنا له يما كل حاجه هيحتاجها. ربنا يخليك يا بنتي ويرضيك يا فروز. انا ما عملتش حاجه يا ماما. امال قعدتي تقولي مش عايزاه ومش هينفع يقعد، اشمعنى دلوقتي؟ انا لسه عند رايي يا طه. يا فيروز اكيد هو مش هيطول هنا، كلها يوم اتنين واهل امه هيظهروا.
طيب ولو مفيش حد ظهر من اهل امه ولا اهل ابوه؟ اكيد مش هنرميه في الشارع يا طه. اكيد طبعا مش هنرميه في الشارع، بالعكس احنا نوديه احسن دار ايتام في مصر، وانا هتكفل بيه لغايه ما يتخرج من الجامعه ولغايه ما يتجوز كمان. سريع صبر سريع. ايه انتباه. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك، اللهم اني احتسب هذا العمل عندك، واجعله في ميزان حسناتي، واشهد ان لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله، كلمة عليها نحيا، وعليها نموت، وبها نجاهد في سبيل الله، وعليها نلقى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثابت. جاهزين يا فندم؟ توفيق ان شاء الله. أيوة أوامر يا فندم. اتفضل دور. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. خارج. دور. معتدل. مرش. زين، أول مرة من ساعة ما عرفتك تجبرني على حاجة. علشان أول مرة من ساعة ما عرفتك يا فيروز تبقى غلط. بس أنا بنت برضو يا زين وعندي مشاعر، ومن حقي عليك إنك ما تجرحنيش. إحنا لو كنا بنخلف كنت هتتبنى الولد ده؟ أولا ما تبنتوش، ثانيا بيت الجناوي طول عمره مفتوح للي ملوش ظهر، ثالثا وده اللي عايزك تفهميه، إن أنا لو مخلف 10 عيال كنت هجيب الواد ده هنا برضه. طب عشان خاطري بس، احنا ممكن نوديه لأحسن دار أيتام في مصر. أنا أعرف دار أيتام في المعادي على مستوى عالي جدا، وممكن نراعيه هناك لغاية ما يكبر. فيروز أنا لو أمي قالت لي أنا الواد ده في البيت هختار الواد ده، وكلامي خلص في الموضوع ده. طب أنا محتاجة أروح لأهلي كام يوم كده أريح فيهم أعصابي. وأنا مش فاضي. خلاص يبقى أسافر لوحدي. ومن إمتى وأنت بتسافر لوحدك ولا بتروح حتة لوحدك؟ من ساعة ما بقتش تراعي مشاعري يا زين. طب استهدي بالله واغزي الشيطان يا فيروز.